بكذا، لا بالمحتوى بتاعها بالمضمون. فانا ده اللي ركزت فيه، ما ركزتش في مكان خالص زي ما انتم شايفين، عشان ده اللي عليه الخناقه كلها، وده اللي بيتقال ان انا فيه حراميه وسرقه، هو ده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للموضوع بقى نفسه. الموضوع بدأ ازاي؟ الموضوع ان انا فريدة صاحبتي من 3 سنين، اشتغلت معاها زمان، من الناس المحترمة جدا جدا اللي انا اتعاملت معاها. فريدة جت عرضت عليا، قالت لي نازله انا محتاجاكي معايا في كذا كذا. هنا هي اصلا عندها اتيليه، وده مجالها من 3 سنين، وبقى لها 3 سنين شغاله فيهم لحد النهارده. قالت لي انا محتاجه اوسع المجال اكتر واعمل مكان يعني يبقى شامل حاجات كتيره اكتر. قلت لها تمام مفيش مشكله. سمعت منها التفاصيل، سمعت منها ان هي كان معاها شريك تاني، ما سالتش ساعتها مين الشريك التاني ده نهائي، ولا كان عندي فضول. ليه؟ لان انا كل واحد ليه علاقه بحالته الشخصيه. انا عجبني الحاجات اللي انت حكيتها لي وقلتها لي، فانا تمام موافقه عليها، وتمام انا معاكي ما عنديش اي مشكله. وفعلا بدانا. جينا بقى النقطه اللي عرفتني مين الشريك، وهي ان احنا هي اصلا كانوا واخدين المكان ده موجود في التجمع الخامس. بتقول لي هو كان عباره عن فيلا، فهي بتقول لي تحبي ان احنا نكمل في المكان ده ولا ناخد مكان بره تاني؟ ففريده لما عرضت عليا ان احنا ممكن نكمل في الفيلا دي وعرفت مكانها فين، فحبيتش ان انا اكمل فيها، لان انا حسيت ان المكان هيبقى بعيد جدا عن البنات، وكمان المنطقه مش ما فيهاش حياه، فما فيش مواصلات او في حاجه زي كده. فقلت لها لا، انا حابه ان احنا ندور على مكان نلاقيه في وسط البلد، يكون فيه مترو، يكون فيه مواصلات، يكون قريب من الشارع الرئيسي، عشان اقدر ان انا نعمل حاجه زي كده. وبالفعل دورنا ولقينا مكان مصر الجديده. وساعتها لما عرضت عليا حوار الفيلا ده، انا ساعتها ما كانش واصل لي بقى هي اصلا هتكمل في المشروع ده ولا مش هتكمل، دي حاجه ما كنتش اعرفها. فبالتالي مشيت على اتجاهي، انا ما اعرفش اي حاجه عنها، وهي زميلتي في مجالي مش اكتر. بس وخدنا مكان بتاع مصر الجديده، وبدات ان انا اختار. جبنا مهندس واخترت الديكور واخترت كل حاجه، اخترت كل حاجه على حسب انا بحبها ايه، على حسب ذوقي. انا بيتي كله ورد، بيتي كله بنوهات، بيتي كله الحاجات دي، فانا عملت مكان شبه بيتي عشان اكون مرتاحه فيه. ما ابتكرتش حاجه يعني، لا انا عملت حاجه اكون انا اصلا حباها. ما زلت مكمله في مشروعي، وطبعا انا ما اعرفش اي حاجه عن الطرف التاني لانه ما اعلنش اي حاجه. ما نعرفش اذا كان كمل او ما كملش، دي حاجه ما كناش نعرفها نهائي. عرفنا ازاي؟ حصلت مشكله عندنا في الاتيليه، وحصل ان كان في حاجه حاجه يعني مشكله كده، فلجأت لشخص هو على اتصال بيها دايما. فكان ان هو يحل لنا المشكله دي. فللاسف الشخص ده في نفس اللحظه راح نقل لها ان انا اللي بقيت شريكه فريده، وان انا خدت من التصميم بتاعها بالظبط، او معرفش بقى ايه اللي وصل بصراحه عشان ما اظلمش حد. وان انا هفتح الاسبوع الجاي. انا خلصت مكاني، خلصت كل فساتيني، فاضل الفرش بس، وما كنتش لسه اعلنت. هي لسه كانت بتبدا في التشطيب، وكانت لسه ما خلصتش التشطيب، ولسه كانت هتفتح الشهر الجاي. وتاني يوم بالظبط لقيتها طالعه بتعلن وكانها حرب، وبتقول ان هي اللي خلاها تعلن، ان هي لقيت فساتين خلصت فكانت متحمسه جدا، وللاسف مش ده السبب. ومن هنا بقى حسيت، بدات ان احس ان في حاجه غلط. لا في حاجه غلط، يعني انا ما عملتش حاجه وتلقيح بقى ان في حرب وان هي سباق وان مش سباق. لا انا مش سباب ومش اي حاجه. انا واحده اتعرض عليا حاجه حسيت نفسي فيها كويسه. هما كان اتفاقهم على حاجه معينه، وما اتفقوش في حوار النسبه، لان هو الموضوع داخل كل حد فيه داخل بفلوسه عادي، النص بالنص، فالارباح تبقى بالنص والنص. هي كان ليها وجهه نظر تانية ليها علاقه بشغلها، وهي ما حبتش وجهه النظر دي. فعشان كده فريده اعتذرت لها وقالت لها ان هي مش حابه تكمل، وده كل واحد حر فيه. هي راحت حتى بتقول ان هي فريده عرضت على بلوجرز كتير. ايه المشكله؟ ما تعرض على العالم كله. في ناس تنفع لها، في ناس عندها مشاريع بالفعل شخصيه ما ينفعش تخش في مشاريع تانية، وفي ناس نفعها عادي، شافت ان ده حاجه حلوه ليها فدخلتها زي كده. فكملت زي ما انا. ولما استنيت لما خلصت كل حاجه وبدات ان انا اعلن، لقيت ان في كلام بدا ينزل علينا على النت وبدا ينزل عندها، وهي مفيش اي رد فعل معايا. طب ما تخشي تقولي لي اي حاجه، خشي واجهيني، خشي ايه انت متضايقه مني في كذا، خشي قولي لي، وريني انا مش عامله حاجه شبهك، وريني. احنا حياتنا في بلوجرز كتير كلهم عندهم مشاريع مثلا ملابس، هل كل واحده بتشوف ان التانية بتقلدها؟ لا، كل واحد ليه ستايله، كل واحد ليه طريقته، كل واحد ده رزقه. محدش بيبص في رزق حد، محدش بياكل الجو كله، كل واحد